يعني يوميا كنتكلم البوليساري. كاين كلام اللي هو عمومي يعني عند وسائل الاعلام، كاين كلام هو بالتليفون، كاين كلام هو مباشره مع جميعهم كلهم. كنقول لهم ما يلي شوفوا الاخوان، كنقول لهم انتم درتوا الحرب 16 سنه فشلتوا، حاولتوا منكم تناوروا مع الاستفتاء فشل. ايوا شنو دابا من بعد؟ واش غتستناو الى الابد بالناس ديالنا بالين خيام في الحماده بدون حل؟ والناس اللي كانت عندهم 30 عام عام 75 دابا عندهم 60 عام، وما عندوش الانسان عنده 60 عام ساكن في قيطون في الحماده، ما عنده دار، ما عنده مستقبل، ما عنده ممتلكات، اولاده ما عندهم ممتلكات. واش انتوما الضمير ديالكم يسمح لكم بانكم تهضروا؟ طبعا كنحتاج الوقت ان البوليساريو تتبلور فيه روح الحوار. البوليساريو كما تعرفوا جميعا مؤسسة سياسية عسكرية، ما يعرفوا الديمقراطية، ما يعرفوا الحوار، ما يعرفوا النقاش. كانت عندهم فكرة احنا الاستقلال. من تكون المجلس الملكي تكون لهم مشكل، لأنه هذا دخل مشكل في المجتمع الصحراوي مباشرة داخل المجتمع الصحراوي. خلينا من الصورة البرة داخل المجتمع الصحراوي. المجتمع الصحراوي اللي هو موجود في المخيم، المجتمع اللي في الأقاليم كلهم موافقين، اللي في المخيمات يرجعوا إلى 3 ديال الناس. كاين الناس اللي هما مستفادين من البوليساريو. البوليساريو هو الشركة، كتجيبهم الدولار، كتجيبهم اليورو، كيساعدوهم المؤسسات، كيجيوهم السيارات، كيجيوهم الكرام، كيجيوهم الماكينات، كيجيوهم يعني ودا حانوت. هذه المجموعة اللي هي سير البوليساريو 1000 من الناس، 1000. يعني محمد عبد العزيز، اللجنة الوطنية، المديرين كلهم، الولاة ديال المخيمات، القادة العسكريين، الممثلين ديالهم في الخارج، كل ذا البشر 1000 واحد. هادو 1000 واحد هما آخر واحد قاد يوافق على الحل. كتبقى كل البقية وهي 99.99 من الناس. هادوك الناس كيقولوا حنا إذا كان الحكم الذاتي نمشيو، ولكن حنا ما كنفيقوش بهذا الشيء اللي كيقول المغرب. المغرب كيكذب. كنقول لهم المغرب ديال 70 اللي كنتو في طنطان وفي قوليلين وفي اسا، المغرب راه تبدل، ما بقاش هو. وباش تعرفوا بان المغرب ما كيكذبش، جلاله الملك راه ما كلفش الحكومه بانها هي اللي تهيئ الحكم الذاتي، كلف الصحراويين. حنا خوتكم ولاد عمكم اللي معاكم، حنا اللي مكلفين بايجاد المشروع. كيفاش غادي حنا نقبلوا المساهمه في كذب؟ لا. اذا هادو باقي ما تلقيش من الناس اللي هم متشائمين. لكن في الوقت اللي المشروع يجي قد يوقع انقسام في البوليساريو، قد الناس حاولوا يدخلوا لانهم ملوا، وقد تبقى واحد المجموعه من الناس قد يكون المصير ديالهم كيف ما وقع للأونيتا في انغولا، قد يخلاو او يموتوا او يهربوا او يجلاو او كذا الى اخره. كما انه هذه السياسه الجديده كذلك دخلت مشكل كبير للجزائر فيما يتعلق بموقفها المستقبلي في القضيه. اذا انا كنتحاور معهم يوميا مع